أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. حلقة جديدة تأملات الشعر. سبحانه وتعالى في سورة التوبة، في آية بتقول: وأن نكثوا إيمانهم من بعد عهدهم فقاتلوا أئمة الكفر فإنهم لا إيمان لهم لعلهم ينتهون. فقاتلوا أئمة الكفر. بنشوف أئمة الكفر في هذا العصر، في هذا الزمن، هو أمريكا وإسرائيل، والاتنين سياستهم واحدة. لأن في اليهودية دي العهد القديم، والأمريكا اللي هي إذا اعتبرنا إنها مسيحية ده العهد الجديد. الدولتين دول طبعا مكر إسرائيل هو في المقدمة، إن هدفهم تأجيج الصراعات العرقية والصراعات الدولية، سواء في إقليم كشمير والصراع بين الهند وباكستان، شط العرب والصراع بين العراق وإيران، والحرب اللي هي تكاد أن تنشب بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية. إيه مصلحة إسرائيل وأمريكا من تأجيج هذه الصراعات؟ الجواب جملة واحدة: تجارة السلاح. تجارة السلاح. الحلقة دي إن شاء الله بتكون بعنوان تجارة السلاح حول العالم. تجارة السلاح حول العالم. بنلاقي إن تجارة السلاح بتجيب مكاسب يعني خرافية، مكاسب خرافية يعني بالأونطة. يعني يعملوا يعني أبسط مثلا، فاكر في التمانينات كانت كانت السعودية كانت عايزة من أمريكا طيارة اسمها الإيوكس. طيارة اسمها الإيوكس في بداية التمانينات. الطيارة دي بتراقب الحدود بتاعت أي دولة، أي شيء غريب، أي مخاطرين، حد غريب يدخل منطقة الحدود، الطيارة دي تكشفه فورا بواسطة الرادار اللي هو فوق الطيارة. كانت السعودية عايزة من أمريكا 4 طيارات لمراقبة الحدود السعودية وحمايتها من أي عدو. وكانت أمريكا فعلا هتسلم الطيارات دي للسعودية، لكن إسرائيل اعترضت على أمريكا ولم تتم هذه الصفقة. ده شيء برضه في يعني يوريك قد إيه اليهود متحكمين في السياسة الأمريكية. حاجة تانية برضه سنة 82 كان في جزر اسمها جزر فوكلاند. دي كانت جنب الأرجنتين في المحيط، وكانت في من حوالي 500 سنة كانت أرجنتينية. لكن الإنجليز في الحروب، في إحدى الحروب احتلوا هذه الجزر، جزر فوكلاند. الأرجنتين حبت إنها تجابه إنجلترا، وقامت بحرب على جزر فوكلاند واحتلت جزر فوكلاند. وحصل حرب بين في الثمانينات من القرن الماضي، حرب بين إنجلترا والأرجنتين على هذه الجزر. ده مش مهم. المهم إن في هذه الحرب كان في غواصات إنجليزية يعني ضخمة. لكن نشوف حاجة معينة، إن من أحد لانشات الصواريخ الأرجنتين أطلقت صاروخ، عملت صاروخ في مقدمة الصاروخ المدببة فيها جهاز كمبيوتر بيوجه آلية من بعد. وبالفعل أطلقت الأرجنتين هذا الصاروخ على المدمرة الإنجليزية وأغرقتها. كان برضه شيء يعني أدهش للإنجليز. ده كانت حرب الفورة. شوف بقى مسألة السلاح من بداية تطور السلاح في العالم إلى الآن، من أول السنجة والبلطة اللي كانت في العصر البدائيين إلى القنبلة النووية. شوف تطور السلاح. طبعا عارفين قصة قابيل وهابيل، دي أول جريمة في التاريخ. أكيد قتلوا بحجر، قتل أخوه بحجر، قتلوا بحجر. وللأسف معظم الأسلحة يعني القتل والتدمير. شوف أول حاجة البلطة، واتطورت يعني طور السلاح كله حاجات معدنية. وحصلت التطور الرهيب بقى في السلاح
من خلال الحرب العالمية اللي كانت بتقوم في القرن ال17 والقرن ال18 بين فرنسا وإنجلترا، والحاجة أم الاختراع. ظهر نابليون في فرنسا ونيلسون في إنجلترا ومقدمين في هذا الوقت. ونشوف إن مصر قد إيه استفادت من الحملة الفرنسية في تصنيع السلاح وكذا في كذا وكذا وكذا. وبعد كده لما تولى محمد علي حكم مصر اقتدى بالناس الفرنساويين وبدأ في إنشاء مصانع السلاح والاهتمام بالجيش، وكانت الإمبراطورية المصرية يعني حاجة مفخرة لمصر في عهد محمد علي. بعد كده تطور بقى السلاح، أصبح السلاح هتشوف اتطور إزاي بقى بعد البلطة يعني الحاجات المعدنية. ابتدى يفكر الإنسان في حاجة غير المعدن بعد اختراع البارود وهكذا وهكذا. واخترعت المنطقيات الآلية، واخترعت المدافع في السفن لحاجة أم الاختراع. وظل السلاح فيه تطور إلى أن اتجه تطور رهيب في القرن الماضي، وظهور المافيات في أمريكا وفي أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية. أمريكا الشمالية اللي هي الولايات المتحدة، المافيا المافيا بتاعت المخدرات والناس اللي هم بيتاجروا في الفلوس المزورة. حصل خلافات جامدة بين هذه العصابات والحاجة أم الاختراع. وطبعا تدخل اليهود في هذا الموضوع، وأصبح السلاح في يد كل العصابات في أمريكا تحت بفضل خبث اليهود. وأيضا في أمريكا الجنوبية ظهر المخدرات وعصابات المخدرات وحمايتها بالأسلحة. لكن عايز أقول إن مهما حصل تطور في السلاح، حاجة يعني بقولها كمعلومة مش عارف حد قالها قبل ولا لا. عايز أقول إن المدفع الرشاش هو أسهل وسيلة، لأنه أسهل وسيلة في مسألة التدمير والقتل، لأنه خفيف وسريع الطلقات. ده وإلى الآن المدفع الرشاش هو يعتبر حاجة يعني سهلة وغير مكلفة. وده اللي بيستغلوا الناس اللي هم بتوع المخدرات وكذا وكذا في استعمال هذه المدافع الرشاشة. ونشوف بقى تطور السلاح بعد كده. هنلاقي حصل حاجة معينة إن رئيس كينيدي كان رئيس أمريكا الولايات المتحدة، كان حصل مؤامرة على قتله بسبب خلافات السياسة وكده. فواحد اسمه أوزلد أسند إليه بأحد الجماعات السياسية مسؤولية إنه يقتل كينيدي، جون كينيدي رئيس أمريكا. فكينيدي هو راح يزور ولاية اسمها دالاس في أمريكا. كان قاعد في عربية مكشوفة وجنب مراته جاكلين كينيدي، إلى أن مر موكب كينيدي أمام إحدى البنايات. كان أوزلد هو القاتل، كان بيتربص بكينيدي. ونشوف إن اختراع السلاح اللي هو البندقية اللي بالتلسكوب قد إيه سهلت مهمة اغتيال الرئيس كينيدي. وبالفعل أطلق أوزلد على كينيدي صوب بفضل هذه التلسكوب عدسة، صوب رأس كينيدي وتم اغتياله. شوف بقى مسألة تجارة السلاح. زي ما قلت في بداية الحلقة إن السلاح مكاسبه رهيبة، وأمريكا وإسرائيل والدول الاستعمارية من مصلحتها إن الصراعات تنشف في الأرض في الخلافات، زي ما قلت كشمير بين الهند وباكستان، شط العرب بين العراق وإيران، الحرب بين كوريا والشمالية وكوريا الجنوبية، الحرب بين العرب وإسرائيل. ده من مصلحة أمريكا إنها تؤجج هذه الصراعات. ونشوف ان المكاسب بتبقى رهيبه، يعني مكاسب. يعني احنا يعني عايز اقول حاجه يعني اوريكم قد ايه الناس دي تفكر يعني بنظره اقتصاديه بحته، ومفيش اخلاق ومفيش اي حاجه. احنا يعني مصر لو تصدر او موارد مصر، يعني نضرب مثلا بمصر. موارد مصر يعني خاص السويس، المؤسسات القطنيه، النباتات النادره، حاجات كلها ما تجيبش همها، يعني لا تسمن ولا تغني من جوع. الناس الإسرائيليين ناس عندهم نظر لبعيد، ويوم ما يخترعوا حاجة أو يصدروا حاجة
بتكون المكاسب رهيبة، وتعود على الميزانية في إسرائيل على الميزانية في إسرائيل، بالإضافة إلى المعونة الأمريكية الرهيبة التي ترد إلى خزانة الدولة في إسرائيل. الناس بتخطط جامد، بيكسبوا بالسلاح مكاسب مهولة. وزي ما قلت لها إن اليهود هم بيحبوا يشعلوا الصراعات هنا وهنا، لأنهم هم المستفيدين في النهاية. وخلال حرب أكتوبر طبعًا إحنا عارفين إن السلاح المصري في حرب أكتوبر كان معظمه سوفيتي، طيارة سوخوي وميراج وفانتوم دي أمريكية، ميراج دي طيارة فانتوم أمريكية، ميراج دي طيارة سوفيتية. يعني فطبعًا حصل حاجة، إن رئيس السادات بعد حرب أكتوبر قال إن أمريكا لن تسمح بتفوق السلاح السوفيتي على السلاح الأمريكي، ده بغض النظر عن إن أمريكا بتأيد إسرائيل والّا لأ. عايزة تثبت إن أمريكا عايزة تعمل حاجة، إن هي تخلّي السلاح السوفيتي لا أبدًا لن يتغلب على السلاح الأمريكي. وعلى هذا الأساس نزلت دبابات في أرض المعركة في سيناء في حرب أكتوبر، دبابات بأطقمها، بالوقود بكل حاجة، وكذلك الطائرات ميراج 2000. يعني السادات قال مش هاقدر أحارب أمريكا، أنا حاربت إسرائيل مش هاقدر أحارب أمريكا، وبالفعل دي مش موضوع. المهم إن يعني التدمير بقى يعني إن اليهود للأسف بيلعبوا لعبة قذرة. ما يهمهم يغتالوا زي ما هم عايزين وبتاع، ويعيشوا في الأرض فسادا، يعيشون في الأرض فسادا. وربنا بيقول: وقضينا إلى بني إسرائيل لتفسدن في الأرض مرتين ويتعالون علوا كبيرا. أفسدوا زمان أيام النبي، ودي المرة التانية. بنشوف إزاي أثناء انتفاضة الحجارة الأولى والتانية، الانتفاضات الفلسطينية، الحجارة، وإزاي المدافع الإسرائيلية كانت بتقتل، ما تميزش الطفل عن الشيخ عن العجوز، وبيقتلوا الناس بطريقة يعني مثلا صاروخ، طيارة بدون طيار. يعني السلاح، شوف التقدم الرهيب في تكنولوجيا السلاح. يضربوا الراجل وهو في العربية بواسطة الطيار من بدون طيار بتوجه بالكمبيوتر. كل تقدم في العلم استغله الإسرائيليين، بالذات الجيش في معارك قذرة، سواء مع العرب أو حتى الناس اللي هم ارتدوا منهم، اللي هم أنصار السلام في إسرائيل. استهدفوا الجيش الإسرائيلي بأحدث الأسلحة، بالكمبيوتر وكذا وكذا. لكن عايز أقول أنا باحيي برضه في موضوع السلام العالمي وكده، حزب الخضر. في حزب اسمه حزب الخضر. طبعًا ده من اسمه كده، إن هذا الاسم تعرفوا إن هو ضد الحروب وضد المجازر، وضد المذابح، وأيضًا ضد في حكاية عدم تلوث البيئة. شوف حزب الخضر اللي ابتدى في ألمانيا، ناس عندها يعني دوافع نبيلة، بينشروا السلام في العالم. وده اللي كان ليه فرع في مصر برضه. يعني حزب الخضر، في حزب الخضر في ألمانيا وكذا وكذا، وحتى إيطاليا فيها حزب الخضر، ناس محبي السلام. حتى أثناء مسألة السلام، أثناء السبعينات ومفاوضات السلام بين مصر وإسرائيل، ظهرت جماعة في إسرائيل اسمها السلام الآن. وقتها كان يعني وقت معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل، يعني الناس في إسرائيل ما كانوش بالتطرف اللي هم عليه دلوقتي. يعني الناس في إسرائيل وقتها، يعني كفاية حكاية حرب أكتوبر، حرّكت عندهم الناس اللي هم العقلاء يعني، حرّكت عندهم النخوة، وحُب العدالة والتسامح. ابتدت روح العدالة والتسامح في إسرائيل بعد الشيء. وكان هناك في حزب اسمه حزب السلام الآن. يعني في النهاية باقول إن مصلحة الدول الكبرى لا تؤجج الصراعات في العالم، لكي تبيع السلاح وتحقق مكاسب خرافية من السلاح، عكسنا اللي بنصدّر حاجات بسيطة. لكن دي ناس بتفكّر وناس بتشوف لبعيد، بتبُص لبعيد، وللأسف دي سياسة قذرة. وفي النهاية أقول: أنا بلّغت وما فشلت،
أنا هالبلاد ثم خشوا السلام عليكم على سعيد